أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفضيلة الشيخ ما رأي سماحتكم تسمي بالسلفية أو بفلان سلفي أو الأثري أو نحو ذلك من الألقاب؟ هذا تزكية للنفس. الإنسان يحرص على اتباع السلف والاقتداء بهم ولا يسمي نفسه سلفيا، لأن فيه تزكية، وأيضا هذا فيه اتهام الآخرين بأنهم ليسوا سلفيين. فيترك هذا الأمر الذي يثير الناس ويسبب أن الإخوان يحصل بينهم سوء تفاهم، ما هي سلفي إلا أنت. ما يجب ترك هذه الأمور، نسير على منهج السلف وندرسه وندعو إليه، لكن دون أن نصف أنفسنا بأننا سلفيين، لأن هذا يعرف بدون أننا نقوله. يعرف من سار على منهج السلف فهو معروف ولو لم يقل أنا سلفي. نعم.